غص أو غرس. هذه البئر النبوية أيها الأحبة الكرام كان يؤتى بالماء منها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويشرب. يعني بس اختصار خش يمين بعدين يستسقى له من ماء بئر غرس. وقد ورد في الحديث مع ضعفه بعض أهل العلم أنه قال إذا أنا مت فاغسلوني ب7 قرب من بئر غرس، نسبها إلى نفسه الشريفة وهي ليست له، لكن نسبة تشريف وتفضيل، قال بئر غرس 7 قرب، وهي الآن موجودة. الآن أحيت قبل 2 أو 3 تقريبا 4 شهور أحيت من جديد، وصلحوا فيها كبابيس وسحبوا الماء بمضخة، والآن فيها الماء وماءها مقبول يعني يشرب. ماءها ليس أهماج ليس ذاك العذب الحلو مثل بئر عثمان، لكنه يشرب مشروب يعني يقبل، يعني ليس فيه هماج، يعني ليس فيه كما يقال أملاح. نعم مقبول. يكثر هو نفس الماء من 1400 سنة ما في. المزارع كلها تسقى إليه، تحتها كلها الأرضية واحدة. نعم. كان فيها الخط. هي البئر وقفنا عندها. لا صور قديمة للبئر. بصور صورتين كده وابعتهم لمحمد متولي. ها؟ يقول لك انا بصور صورتين كده تجي لي جديد ماشي على الخاص ماشي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. الحاجة الداخلية فقط، وهو من أكبر الآبار الموجودة في المدينة، لأنه قطره تقريبا 8 متر ممكن القطر. نعم تقريبا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاغسلوني ب7 قرب من بئر غرس، وهي الموجودة الآن أمامكم. وقد يعني جهزت الآن في العهد السعودي رغبة الزوار، وجعل لها سبيل ماء حتى يستطيع الناس الشرب منه. وهل ثبت ان تم هذا هذا الشيء؟ ما نستطيع انه هل تم من هنا او لا، هو طلب صلى الله عليه وسلم، لكن هم ضعفوا الحديث. لما ضعفوا الحديث معناها موقف، لكنه غسل صلى الله عليه وسلم. بس من فين غسل؟ غسله علي والفضل وقتم. نعم غسلوه ال3. بس من اين غسل صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى. هل نفذ الوصيه وجاب؟ الحديث هنا دعاء ولا لا كثير وضعيف. نعم.